يحمل صحيح البخاري تناقضا لما جاء في القرآن الكريم على سبيل المثال كما قال؟ أنا أعتقد أن تركي الحمد لا يعرف شيئا اسمه صحيح البخاري، يعرفه فقط من خلال الإعلام ومن خلال الذكر. لو قرأ صحيح البخاري، صحيح البخاري ليس من تأليف البخاري كما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس يظن أن كتب السنة هي من تأليف أشخاص، صحيح، فيقولون هذا تأليف محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، ويظنون أنه هو الذي طلع هذا الكلام من رأسه. وهذا الحال لا ينطبق على السنة، هذا ينطبق على كتب الفقه هي تأليف لأشخاص، ينطبق على كتب الأصول هي تأليف لأشخاص، لكن كتب السنة لا ينطبق هذا عليها لأنها مجرد جمع تجميع، ليس وهي جمع لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تنتقد الكلام فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ودعك من البخاري. البخاري مجرد ناقل وهو ثقة في نقله لم يطعن أحد فيه، وجماعة الأمة كل العارفين به لم يطعن فيه أحد منهم في ثقته وصدقه وحفظه فلذلك لا يستغرب هذا النوع من الكلام من مثل تركي الحمد، لكن يستغرب من هيئة كبار العلماء أنها تسكت عليه، ألا ترد عليه، ولا ترد عليه ولا تعاقبه ولا ترفع عليه قضايا في المملكة. لأن هذا النوع من إشاعة الكفر البواح ومن إشاعة الطعن في دين الله وإشاعة الطعن في رسول الله. سؤال أخير لك في هذا السياق فضيلة الشيخ. دلوقتي ممكن المواطن يدخل في الإمارات أو غير الإمارات ويجد بضاعة فواكه وخضروات تأتي من المستوطنات الإسرائيلية، زرعت في المستوطنات الإسرائيلية، كيف ينظر الدين لمثل هذه الأمور؟ هذه الأرض مغتصبة وكل ما خرج منها فهو مغتصب، فلذلك لا يجوز شراء المسروق والمغصوب. فهو الآن هذا بمثابة من يجد سارقا يبيع مسروقه فيشتريه منه فهو شريك له في سرقته. هذا توصيفه الشرعي أن كل من اشترى من سارق سرقته فهو شريك له في سرقته. فلذلك الإمارات الآن شركة للصهاينة في سرقتهم ونهبهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية ولمنتجاتها. لا يجوز حتى شراء مثل هذه المنتجات؟ لا يحل شراؤها ولا يحل أكلها ولا يحل الانتفاع بها بوجه من الوجوه. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، رئيس مركز تكوين العلماء الموريتانيين. أشكرك شكرا جزيلا.